حبايب قلبي قولوا لي ايه رأيكم لو عايزين تتعلموا طريقة الرز المعمر بالطريقة الجميلة دي وبالشكل الجميل ده. ما تنسوش تخشوا على القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وقولوا لي ايه رأيكم. ويلا نبدأ الطريقة مع بعض عشان يطلع بالشكل الحلو ده وبالجمال ده. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي قناة أم محمد. بصوا يا حبايبي، إن شاء الله أنا هعمل معاكم رز معمر. أنا جبت الأول الصينية بتاعتي وجبت رز غسلته كويس، هحطه هنا في الصينية بتاعتي وهعمل الصراحة يعني أنا بحب أكل الرز المعمر بالبطاطس. ما بحبش خالص الرز المعمر مع بط او فراخ، ما بحبش كده خالص. فانا دلوقتي انا غسلت الرز كويس، هحطه كله في الصينيه بتاعتي. حبيبي انا نزلت كده بالرز بتاعي كله. انا عندي قشطه صبحه لسه مفروزه، فهنزل بيها كلها. الموجود عندكم سمنه حطوا، عندكم زيت المتاح في البيت، يعني ما توقفوش على حاجه واحده كده. هنزل برشه ملح بسيطه خالص، ملح كده. هقلبه بسم الله الرحمن الرحيم، ورشه الملح بتاعتي. عندنا يا حبايب قلبي فراخ هنديه هنود. اي حد الفرخه تشوف اي حد لازم تعضه او تجري وراه. مش عارفه، الواحد خايف ينزل الصراحه عند الفراخ تحت او عند الطيور. اللي مش عارفه اعمل ايه في الفرخه اللي تحت ديت الصراحه، حبسناها مفيش فايده فيها. فاهوت هنزل بقى على طول بالحليب بتاعي. بصوا حبايبي، انا هنزل بالحليب بتاعي. الحليب ده كان في التلاجة عندنا، انا ما فرستوش، فانا سبت لبن اصفر يعني لبن بقري. المتاح عندك، يعني ما توقفيش على حاجة معينة، يعني سواء ابيض او اصفر، الاتنين بيبقوا جميل جدا وبيبقى طعمه حلو في الاكل الصراحة، نفسه بيبقى كويس. زي ما انت عايزه بقى، انا مش هديكي عيار معين يعني، طبعا زي ما انتوا بتطبخوا عندكم، يعني عايزه كتير شويه. لو في حاجه مش عارفه، حبيت رز، حسيت ان في حاجه سمره، بس هي حبيت رز لقيتها اهيت. حبيت رز يعني فيها حته سمره، مش عارفه ليه. خلاص انا نزلت كده بالحليب بتاعي اهوت. بسم الله. مش عارفه هيعوز كمان ولا لا، بس هو كده كويس، عشان انا الصراحه بحب الرز ده حباته مفلفله، ما بحبهوش قطعه واحده كده زي الكيكه، لا انا بحبه يكون مفلفل في الاكل. والبطاطس بتاعتي بتستوى، هولع الفرن بقى عشان احط صينيه الرز بتاعي. حبايبي طبعا في ناس كتير جدا ما بيفضلوش اللبن البقري في الاكل. في ناس بيقولوا لا، ما بيكونش كويس. لا، هو بدل اللبن بقر فلاحي مصري يعني، فهو بيبقى طعمه حلو. لكن لو لبن هولندي، بقر هولندي يعني، فانا الصراحه ما جربتوش قبل كده عشان ما اكدبش عليكم، بس هو بيبقى الفلاحي بتاعنا احنا، البقر اللي موجود هنا. ببقى يعني انا الصراحه اول مره اجرب اكله، بقالي دخلت لي في سنه دلوقتي. في ناس كتير جدا بتستخدمه في الحلويات، في كل حاجه بيبقى نفسه جميل جدا، والجبنه بتاعته طعمها جميل. فحاولوا تجربوا الطريقه وخليكم معايا للاخر، وانت هتشوفوا الرز شكله ايه. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الحلو والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فانا هنزل اولع الفرن بتاعي بقى عشان احط صينيه الرز بتاعتي. بصوا حبايبي، انا كده حاطه الرز بتاعي في الفرن اهوت. ده فرن صغنطط، فرن غاز بس صغير كده بالشكل الجميل، هو يا دوبك شايفين صغير خالص كده، والرز شكله جميل اهوت. والحمد لله الفرخه والله عماله تقاقي عايزه تيجي يعني تعورني. واول ما نزلت فعلا انا ما خدتش بالي والله، فعلا عورتني، خربشتني جامد. فشوفوا سامعين صوتها انا دلوقتي انا قاعده وعيني في راسي، اوريها لكم، هحاول اوريها لكم. شايفين يا حبايبي واقفه عامله لي ازاي؟ اي سامعين
انا ماسكه لها عصايه اصلا عشان هي يمكن تخليني مش واخده بالي وتيجي تخربشني اهي. خبطت الفرخ. مش عاجبها الكلام. المهم اهوت هنخش بقى نحمر البطاطس بتاعتنا لحد ما الرز بتاعنا يتشرب ويبقى جميل. بصوا حبايبي، انا مش هخش للبطاطس، انا هقف دلوقتي جنب الرز لحد ما وشه يحمر يعني، عشان ما يفرش مني، عشان انا حاطه له قشطه وكتير يعني. وبعدين اهو شايفين لونه جميل جدا. بصوا حبايبي دلوقتي الرز بتاعي اتشرب وهديت عليه، هنزل على طول بالزيت في البطاطس بتاعتي في الزيت. انا كنت مهديه عليه طبعا. ما تسالونيش ليه البطاطس انا سايباها كده، عشان كل واحد عندنا هنا بيحبها بشكل يعني ما. وبعدين انا بخاف اقطع البطاطس حتت صغيره. في بطاطس بتتهري يعني، بتلاقيها بايظه منك كده، بتتهري منك. فحاولي ان انت يعني تمسكي العصايه من النص، عارف يعني. هو النهارده يوم ما يعلم بالله ربنا، بس الحمد لله. انا زي ما قلت لكم يعني تمسكي العصايه من النص يعني، ولا منك تقطعيها حتت صغيره عشان ما تتهريش منك يعني. هي طبعا البطاطس دي بتتهري اصلا، شايفين اهي، ما بتستحملش، ما استحملش سوى حاجه خالص اهي. سيبها كده تحمر. في بطاطس بتحمر على طول، في بطاطس بتغيب. بطاطس الحلوه بتلاقيها بتغيب شويه منك في السوى، وفي قصدي في لا اله الا الله، وهي بتحمر. البطاطس المسكره، في بطاطس نوعها اسمها اساسا بطاطس مسكره ديت، بتحمر في ثانيه، بس بتلاقي طعمها مسكر كده. فهي هنسيب البطاطس بتاعتنا تحمر براحتها بقى. انزل اشوف الرز. حبايب قلبي، ادى الاكل بتاعي، بس انا لسه هجيب له عود الخضره مخلل الرز. طبق السلطه بتاعي، شايفين الرز جماله عامل ازاي ما شاء الله. بس مع الاسف لقيت فيه حاجه مش عارفه اقول لكم ايه الصراحه، هحاول اوريها لكم. لقيت اللبن بتاعي رايب. يعني ايه رايب؟ هو بيبقى الرز بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، يا رب يكون الصوره ظاهره لكم قوي. طبعا حته مخلل. لقيته رايب، اقول لكم ازاي. هو بيبقى مش عارفه واضح شويه. بصوا بتلاقوه بقى ساعه الاكل، بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس بتحبه قوي، شايفين ده كده، ده اللي بيبقى اللبن الرايب. هو بيبقى طعمه حلو. شايفين الرز؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيبي يا رسول الله. شايفين؟ ما تنسوش بقى اللايك الحلو والاشتراك. شايفين الرز جميل جدا. بس لما يكون اللبن رايب ما شفتوش الا بعد ما الرز اتحط في الفرن، بيبقى بالشكل ده. يا رب يكون ظاهر. شايفين اكن كده يعني قشطه. هو طعمه خطير جدا اهوت. شايفين الصينيه بتاعتي اهيت، بس هي سخنه شويه. وده البطاطس بتاعتي اهيت. انا بحبها زغنطه الصراحه كده يعني، وبحبها تبقى يعني محمره اهي. شايفين مستويه. تحطوا بقى دي كده، بس انا ما بحطش السلطه على الرز. انا باكل ده لوحده وده لوحده. على العموم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الحلو والاشتراك وتفعيل الجرس عشان اوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.